ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين هنا بقول لكم ايه؟ بصي، الدنيا مقلوبه جامد قوي ولطمت على وشي وانا بضحك عشان انا مش متعوده ان انا اعمل كده. بس بعتذر عن صوتي عشان عندي برد وكده، فبعتذر على الصوت. آم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وبأحسن حال، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ما تنسيش بقى يا ست الكل، تعملي لي لايك كده جميل وكومنت كده جميل منك. ولو اول مره تشرفيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك وتفعلي الرن عشان يوصلك كل جديد مني. زي ما انتوا شايفين هنا بقى انا خلصت الدنيا كلها، بس كان فاضل بس اللي انا هنا اعمل الصاله. طبعا انتوا عارفين كل قعدتنا بتبقى في الصاله، قعدتنا ونتفرج على التلفزيون كل حاجه في الصاله، اكل شرب كل حاجه. فمريم عشان تعبنا برضو هي التانية شويه، فكانت جايبة البطانية ونايمة هنا، كانت على الركنة وكده. بس من أقل حاجة الفرش بتاع الكنب تلاقيه بيقع على الأرض من أقل حاجة. عايزة أعمله زي كسوة كده بيتلبس ويتعمل بسوست، أحسن حاجة. نفسي إن شاء الله هعملها بإذن الله. بس بدأت بقى هنا، قلت أعمل الصالة، وهنا كان جوزي الهدوم بتاعته كان جايبها فكنت بتفرج عليها وكده. فقلت سبتها على الكرسي ونسيت ايه اشيلها، علقها له كده. بس هنا بقى هدوم جوزي، وهنا السويتشيرت بتاع مريم قلت ادخله في الهدوم برضو كان اللي مش نضيفه جوه. بس هنا بقى كنت مروقه اوضه الاطفال وعامله كل حاجتي، بس ما عدا الصاله قلت اعملها معاكم. ان انا لو عملت كل ده معاكم الفيديو بيبقى طويل، فبعمل واحده واحده معاكم عشان تتفرجوا ايه وانتوا معايا كل حاجه ايه مع بعضينا. بس هنا برضو كنت بشيل المخدة، كانت مغلباني عندي الكرسي اتكسر، مينا واقف بيتنطط عليه اتكسر من نصه. فكنا حاطين عليه المخدة، حاولت اطلع المخدة تعبتني شوية بس طلعت في الاخر. بس هنا بقى قلت اشيل الحاجات ديت ونفض تحتي مطرح ما احنا كنا قاعدين امبارح، والدنيا متدهولة متطينة مش متدهولة، فمنظرها مش عاجبني. بالذات الصالة الدنيا كلها نضيفة ما عدا الصالة، كانتش عاجباني، سواء الركنة عايزة تتنضف، سواء السجاد سواء عايزة يتمسح يتكنس كل حاجة. لكن الدنيا كلها الحمد لله الحمد لله نضيفة. بس فانا بقى قمت من شايلة السفنج كله ونفضته تحتي زي ما انتوا شايفين، ولقيت حاجات تحتي كمان، لقيت منديل، لقيت كوتشينة بتاعت الأولاد، القلم، الريموت، كذا حاجة. بس اديك بقى زي ما انتوا شايفين كده بقيت انفض واعمل. انا مش عارفه هما بيحطوا الحاجات دي ازاي وفين وامتى، نفسي اعرف. على الحاجات اللي هي سواء منديل، اللعب بتاعتهم، الريموت ده خلاص انا احتفظت حفظت الريموت ده، ما بلاقوش بلاقيه جنب السفنج اللي هو تحت السفنج. ففهمت تمام كده، بس بيجي ازاي هنا نفسي افهم. هو بيتزحلق ولا العيال بيعملوا كده؟ مش فاهمه انا. لازم اعرف الموضوع ده والله العظيم، عشان كل ما انضف الركنه الاقي نفس النظام كده. بس فخلاص كده يعتبر ركنة انا فضتها وخلصتها وعملتها. بعتذر. بس اعذروني من صوتي، انا اسفة بجد، انا اسفة على صوتي البشع ده، بس مش عايزة اتأخر عليكم في الفيديوهات. عايزة اقول لكم وحياة ربنا انا غصب عني ما نزلتش فيديو، ان انا كنت تعبانة تعبانة فوق ما تتخيلوا. جايلي الدور اللي انا واخداه ده دور بسخونية جامدة جدا، درجة سخنت جامد قوي 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 ومش قادرة اقوم من مكاني، وجايلي رعشة. فما كنتش عارفة الصراحة، ما اضحكش عليكم، ما عملتش حاجة في الشقة. هي نضيفة يا دوب، بس زي ما انتوا شفتوا الصورة دي كده يعتبر كانت من امبارح. مش قادرة اقوم اتحرك، جسمي وجعني بطريقة، السخونية جاية بجسمي جاية في عينيا وعاملة لي صداع. فلما حاتم جاب لي البرشام، سأل لي الصيدلي جاب لي برشام للسخونية، لولا ما خدت البرشام ده والسخونية وعمل لي كمادات، لولا ما السخونية هديت ونزلت وعرقت، فعرفت ان السخونية كده بقت تمام. لولا كده والله العظيم ما كنت قادرة اتحرك ان انا اعمل لكم فيديوهات ولا قادرة اعمل اي حاجة خالص. فاعذروني وحقكم عليا. اديني اهو، اي نعم تعبانة بس مش زي الاول، واديني برضو بنزل لكم فيديو لاحلى جمهور في الدنيا.
بس الصالة كمان كانت بسيطة، يعني مش محتاجة حاجة، وقلت انضفها واعملها لان من امبارح مش نضيفة ومش عاجباني. بدأت بقى اشيل الحفاظة، بتغلبني سواء بشيلها هي والسجادة او بفرشهم، بيغلبوني جدا. هنا بقى طبقتها نصين عشان اقدر انفضها كويس. بس والسجاد برضو الجاي اشيله، لقيت التليفون فصل، ورجعت اعمله تاني عشان تشوفوا معايا كل حاجة بعملها. بس فجيت هنا بقى بعملها. بصوا بقى الحتة اللي انا بقولك عليها بتغلبني، بتطلع عيني بجد. لازم اشيلها واعملها واشيل تحت الكرسي ديت، والركنة ديت بتغلبني بمعنى الصح بجد. هنا بدأت اكنس بقى. بس ما كنتش عايزه اطول عليكم، كنست نص صلاه وعملت طفيت الفيديو عشان لقيت الفيديو طول معايا جامد قوي. ده كمان غير ما بعمل ستوب، غير بنضف، غير بلمع، غير بنفض، كذا حاجه. ده انا عامله ستوب كتير، ده انا كده عامله مبينه لكم حاجات بسيطه. بس هنا بقى خلصت الكنس، عملت ستوب للفيديو وبدات اكنس واخلص. ورحت جبت الشرشوبة، حطيت طبعا انتوا عارفين انا بحط في المية اول حاجة الكلور، وبحط انا مش مجمعة اهم حاجه بس الكلور. انا كنت بحط برسيل جيل عشان بتبقى ريحته جميله قوي اول الشقه، بس مش عندي. لقيت الديتول، او افتكرت الديتول، حطيت كده كلور وديتول. بس دول اهم حاجه بمسح بيهم. عندي برسيل جيل تمام، مش عندي خلاص. وساعات بحط دوني. بس الديتول بيغطي على اي ريحه تانية، مش محتاجه حاجه تاني. بس انا من عشاق ريحه الديتول، بعشقها، بحس بريحه نظافه الشقه. فاكتر حاجه بتريحني جدا جدا لما بلاقي ديتول عندي. بس هنا انا كمان هنا كنت بخلص بسرعة عشان ورايا درس هوديه لمريم، وبمنتج وانا معاكم اهو علشان انزل الفيديو قبل ما انزل اروح الدرس بتاع مريم، عشان بنزل متأخر وباجي متأخر. يعني بنزل على اخر النهار كده، والمفروض انزل الفيديو الساعة 8. فانا ممكن اجي على 8 بالظبط، 8 ونص. فانا ببقى انزل فيديو يعني في الوقت دوت، فانا خايفة اتأخر على الوقت ده، ان انا معوداكم ان انا بنزل الفيديو في الوقت دوت. بس يعني قلت اخلص واعمل قبل ما انزل. بس كده. زي ما انتوا شايفين خلصت ومسحت وسبت الارض تنشف. وبعد كده قلت افرش سجاده. بصي مغلباني ازاي. عايزه اجيب بقى هو عندي الصراحه، يعني مش عايزه اجيبها. عايزه افرش، بس انا بص السجاد التايجر لايق مع الركنه مع الستاير، لايقه. انا عندي عايزه اجيب سجاده صغننه، مش عايزه كبيره كده واتعب واعمل واسوي. دي بحطها ساعتها كان في الصيف، قبل ما يبقى عندي الركنة دي. كانت عندي ركنة، كان عندي انتريه لونه احمر في اسود، فالسجاد اللي عندي اصغر من ده، احمر في اسود في ابيض، وكمان حلو والله. اللي وصل معايا لحد الفيديو هنا ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، اللايك. بصوا مغلباني ازاي، زهقت مش عارفة اعملها، خنقتني. بص رايحة جاية وقعدت، وقفت وقمت. آه خنقة خنقة بجد. كنت عايزة اخلي اي حد من الاولاد يعمل معايا، بس بصور وهم ما بيرضوش يطلعوا معايا. بس اخيرا عملتها، اخيرا. لا رخمة قوي، رخمة قوي قوي عقبال ما بعملها. وبص برضك في الحفاظة برضك هتطلع عينيا. نفسي احط بقى حاجة فريشة كده من غير ما احطها تحت الركنة. نفسي، بس بقى الشتا جاية وانتوا عارفين لازم الحاجات الطويلة ديت، يعني مش حاجات قصيرة بتبقى في الصيف، لا. فالحاجات البسيطة ديت بتبقى في الصيف، لكن الحاجات السجاجيد الكبيرة دي بتبقى احسن. بس وخدت معايا مسحت كمان الطرقة. طرقة اسمها ايه اللي جنب ناحية النيش وجنب ترابيزة النيش بالمرة، هي دي. فقلت بس مش مشكلة، ادي تلميعة كمان. انا ما عملتها بحس ان عايزة امسح الشقة كلها مع بعضيها، لكن امسح حاجة حاجة ببقى مش عارفة. يعني ما مسحت معاكم الصراحة، حاسة عايزة اشيل الشقة تاني كلها واعملها تاني، لو اني عاملاها من قريب. عاملة دي لوحديها وعاملة دي لوحديها، ما انا كل يوم مثلا بعمل اوضة بمسحها بنضفها بعملها. بس. وبفكر كمان عايزة اشوف الهدوم اللي عند الاولاد،
الصغيرة عليهم، عايزة امسكها اطلع اللي محتاجينه واللي مش محتاجينه واطلعه ايه. باي باي يا حبايب قلبي.